احيانا وانت راكب المركب وواقفين في وسط عرض البحر مفيش اي صوت حوالين منكم، تسمع صوت واحد بيرمي دبش في الميه، تبص حواليك ما تلاقيش اي حد بيرمي اي حاجه، وتلاقي البحر بيقول لك ايه؟ ما تقلقش ده سمك تونه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه الكبريت او التونه الصغيره، وده اسمها بالانجليزي ليتل تونه، او في ناس بتقول عليها بلاميطه، لكن البلاميطه الحره بتاعت زمان اصبحت سمكه نادره الوجود جدا في اسكندريه، رغم انها بتطلع عادي في تونس والمغرب وبتطلع في ليبيا كمان، لكن هي مش بتطلع خالص في اسكندريه. وهي عباره عن سمكه شبه الدراك قوي بس عريضه شبه التونه. سمكه الكبريت اكتر حاجه بتميزها ان في نقش كده على ظهرها باللون الكحلي، عامل زي ما يكون كده تعريجات، شكلها جميل جدا، وفي زعنفتين على ظهرها، وتحت الخياشيم في نقط سودا، عدد من 3 ل 7 نقط سودا في سمكه الكبريت، غير ان بقها فيها اسنان مخروطيه صغيره خالص. سمكه الكبريت موجوده في غرب وشرق المحيط الاطلنطي، بما في ذلك البحر المتوسط والبحر الاسود والبحر الكاريبي وخليج المكسيك، وهي سمكه محبه جدا للترحال. سمكه الكبريت هي نوع من انواع سمك التونه، وهي تعتبر اقلهم في الاهميه وفي الجوده. وعاده سمك التونه بيحب الاماكن اللي الاعماق فيها بتكون تقريبا 200 متر، لكن سمكه الكبريت دي بتكون منتشره جدا لدرجه ان احنا احيانا بنشوفها قدام القلعه في بحري. وهي سمكه بتتحرك في اسراب كبيره جدا جدا، وبتتحرك بسرعه لان جسمها اسطواني كده وممشوق، فسريعه جدا في الميه وشرسه جدا جدا. اغلب نظامها الغذائي ان هي بتاكل اسماك اصغر منها، وبتطارد الفرائس بتاعتها بسرعه كبيره لدرجه ان هي ممكن من سرعتها تطلع بره الميه. سمكه الكبريت بتحب الميه المعتدله اللي هي ولا حر ولا ساقعه، عشان كده في الشتاء تلاقيها تهاجر ناحيه الجنوب عشان تهرب من السقعه، وفي الصيف تلاقيها تهاجر ناحيه الشمال عشان تهرب من الحر. بتوصل لسن بلوغ عند سن 3 سنين او طول 40 سم، واقصى سن مسجل ليها 10 سنين، والسن المتوسط ليها تقريبا 5 سنين. موسم التزاوج بتاعها بالنسبه للبحر المتوسط بيكون من شهر 5 لشهر 9، والانثى بتضع خلال الموسم كله، يعني من اول الموسم اللي هو في شهر 5 لاخر الموسم اللي هو في شهر 9. انا عايزك تكون مستعد بس للرقم. الانثى بتضع خلال الموسم كله اكتر من 1,700,000 بيضه. اماكن تزاوج سمكه الكبريت بتكون على اعماق من 30 ل 40 متر. يقوم الذكور بالتلقيح الخارجي، بيكون البيض لونه اصفر كهرمان، وبيفقس بعد 24 ساعه من التلقيح. الوالده بقى اللي لسه فاقسه دي اول ملامح ليها بتظهر بعد 48 ساعه. بالنسبه للصيد طبعا لانها سمكه عايمه ومفترسه، احسن حاجه ليها في الصيد هو الكاست، او انك انت تجري بالطعم الصناعي، فهي هتهجم عليه وتاكله. اما في اماكن كتير على مستوى العالم يتم استخدامها هي كطعم، لان هي لحمها مش مفضل قوي بالنسبه لهم، كمان لحمها ماسك فبيمسك في السلاح كويس، كمان حركتها كتيره جدا فبتجذب السمك ان هو يهجم عليها، وليها ريحه مميزه جدا في الميه. بالنسبه للاكل سمكه الكبريت مش هي دي التونه اللي بيتعامل منها العلب، لكن سمكه الكبريت احلى حاجه ليها ان هي تتدخن وتتخزن في الفريزر، ولما تحب تاكلها زي التونه بالظبط، تطلعها وتعصر عليها ليمون وتحط لها توابل. ممكن تتعمل جزل وتتحط في صينيه البطاطس، بيبقى طعمها تحفه لان هي غنيه بالاوميجا 3 وبالبروتين وبالمعادن. وهنا بقى المشكله، لان في ناس كتيره جدا ما بترضاش تاكلها لان هي خايفه من نسبه الزئبق اللي فيها. طبعا اي سمك ما عندوش مثانه هوائيه زي سمكه الكبريت بيضطر ان هو يتحرك بشكل على طول، يعني ما بيوقفش، على طول بيفضل يتحرك. بالتالي نسبه الزئبق في السمك اللي هو ما عندوش مثانه هوائيه بتبقى اعلى من السمك الثاني اللي عنده مثانه هوائيه. لكن انا هطمنك واقول لك ان نسبه الزئبق في سمكه الكبريت مش كتير، نسبته تقريبا 0.35 بارت بير مليون. يعني ايه؟ يعني انت لو جبت السمكه دي وقطعتها 3 مليون حته، هيبقى نسبه الزئبق فيها هو حته واحده من 3 مليون دول. طبعا ده حد امن تماما، ما فيهوش اي ضرر. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.